احنا هنا كبروجرام ديزاين ان احنا نطور الاساليب بتاعه التمرين بتاعتنا. احنا معانا الاساسيات، انت عارف الفريكوانسي، انت عارف ازاي ان انت توزع الفوليوم بتاعك في الايام دي. خلاص انت عارف العميل ده هيتمرن مرتين في الاسبوع، هتختار انهي نوع تمرين، ابر لور فول بودي، طب هيتمرن 3 مرات بوش بول ليج، طب هيتمرن مثلا 4 مرات، حسب هو عايز يركز على ايه، اسمها الفريكوانسي. فانا هختار من بعد الفريكوانسي نوع التمرين اللي انا بتمرنه. طب حلو، عرفنا نوع التمرين وعرفنا الفريكوانسي، هتبدا ان انت تختار تعمل اكسرسايز سيلكشن للتمارين بتاعتك وتحط التمارين، تبدا تحط الفوليوم بتاعك، شوف العضله الكبيره والعضله الصغيره، بناء عليها هتبدا ان انت توزع الفوليوم بتاعك. والله احنا الترايسبس خدت كام في الاخر، الكتف خد كام في الاخر، خلصنا التوزيعه مثلا اليوم بوش، هتعمل نفس الكلام في البول، هتحط الكلام ده كله وتبدا ان انت تشتغل في البرنامج بتاعك. هتبدا بقى ان انت تعمل ابديتس، ده كده كالبرنامج بتاعك الاساس اللي انت حطيته. هتعمل ابديتس ازاي؟ تشوف النتائج وتقارنها، العميل ده فيه استجابه للبرنامج، فيه استجابه الحمد لله احنا ماشيين صح. طب ما فيش استجابه او الموضوع اصعب، انت ممكن تغير حاجه زي الار اي ار توصله الفشل العضلي اعلى. ده لازمه الابديت، وان انت تفضل متابع مع العميل شهور. ليه؟ عشان انت صعب جدا ان انت تكون لسه مدرب في البدايه وتحط تمرين يجيب نتيجه 100%. انت مع الاكسبيرينس والخبره هتبقى فاهم ان العميل ده عامل له ايه، فانت مش بتغير في الوزن بس، انت في 100 اسلوب بتعمل.